القصة ديال اليوم الخوت غتدينا عند واحد الشاب سميتو محمد. عاش واحد الحياة اللي صعيبة، حتى النهاية ديالو كانت صعيبة. بغيتي تعرف السبب وعلاش؟ كيفاش عاش هاد الحياة صعيبة وكيفاش كانت النهاية ديالو صعيبة؟ دير الكيد ديالك، شد قهيوة، تبع معايا القصة من الأول حتى الآخر. مشينا، يلا مشينا. كما قلت لكم الخوت، القصة ديالنا غادي تبدا مع واحد الشاب سميتو محمد، وغادي نمشيو للصغر ديالو. محمد زاد واحد العائلة، اللي عائلة ميسورة كتكون من الأب والأم والأخت وجوج دراري خوت. يعني العائلة ديالو فيها 5 ديال الخوت والأب والأم ديالو. الأب كان هو المعيل ديال الأسرة ديالو. هنا محمد كانت عنده 8 سنين، كانت غادية الحياة سعيدة. الأب ديالو كانت من العادة ديالهم دائما هو والأخ اللي كبير عليه بعام يخرجهم يديهم يساريهم، والأغلبية ديال المرات كديهم لواحد التيران. كما كتعرفوا الأحياء شعبية ما كان لا كانش ديك الوقيته ميني فوت ولا شي حاجة، كان التيرانات ديال الحمري كيلعبوا كرة في الحمري. كان كيديهم هو لهاد التيران هذا يلعبوا فيه وكيجلس حاضي وليداتو، والحياة غادية مستمرة دائما على هاد الحال. كل نهار نفس الروتين، يسالي الخدمة ديالو، يدي وليداتو يجلس حداهم ويبقى يتفرج فيهم. هذا محمد. والاخ ديالو باهم هو اللي كيديهم، باش نوضح لكم الامور. باهم كيديهم كيجلسوا كيلعبوا وباهم كيشوف فيهم. يعني راحنا مشينا مع محمد للطفوله ديالو. ارانا واحد النهار الاخوان محمد غادي يعيش واحد الصدمه اللي ما كانتش متوقعها البال. واحد الصدمه التي تكون هي اكبر صدمه غادي يعيشها في حياته. شنو هي الصدمه هذه؟ انا جايكم. رانا كما قلت لكم من العاده ديال الاب ديالو كيديه هو والاخ ديالو لداك التيران يلعبوا. واحد النهار كيف كاع النهارات غادي يديهم وغادي يمشيو. مشاو يلعبوا الوليدات. الاب كما العاده جلس كيتفرج في وليداتو. يدبي واحد اللحظه الاب كيغبر. الوليدات لاحظوا ان الاب ديالهم ما كاينش في البلاصه، يعني ما كيتفرجش فيهم. موالف كيتفرج فيهم، كيجلس وكيكون كيتفرج فيهم. هاد المره هادي ما كاينش. انا الولاد ما عطاوش الامر اهميه، كملوا اللعب ديالهم، قالوا راه مشى يجيب شي حاجه ويجي. فعلا الاب ديالهم مشى ورجع، ضربوا عليه لقاوه جالس في المكان ديالو. بقاو مكملين اللعب ديالهم، انا كره انا كره انا كره انا كره. واحد اللحظه الاخ ديال محمد كيهز عينيه كيلقى الاب ديالو طايح على ظهره. مشى كيجري، تبعو الاخ محمد مشى كيجري حتى هو. كيلقاو الاب ديالهم حاط قرعه ديال الدول وحده خاويه، هو طايح والكشكوشه كتخرج من فمه. انا الوليدات بداو كيزكيو، بداو كيغوتوا. شافوا الاب ديالهم في ديك الحاله. الناس تجمعوا عيطوا للاسعاف، داوه باش يسعفوه بالزربه. عرفوا انه شرب ديك الديليو، داوه باش يسعفوه بالزربه. الى انه الاخوان قبل ما يوصل للمستشفى مول الامانه دا امانته. وهنا كانت الصدمه اللي قلت لكم. محمد غادي يعيش واحد الصدمه الصغر ديالو اللي اي واحد ما يقدرش يتحملها. شنو هي؟ يمشي لك الاب ديالك قدام عينيك وانت صغير ومات منتحر. هنا بقات الصدمه هذه مع محمد وبدات كتكبر معاه. رانا الاب كما قلنا كان هو المعيل ديال هاد الاسره هذه، كان هو اللي كيصرف عليها وهو اللي كيلبي لهم الاحتياجات ديال الوليدات ديالهم. من بعد الوفاه دازوا المراسم ديال الدفن، وداز دوك المراسم كاملين. نختصر لكم القصه الاخوان. الام ولات هي اللي كتخدم على وليداتها، والاخ الكبير كيعاونها. الامور بقات غاديه هكذا، الحياه مستمره. محمد غادي وكيكبر شويه بشويه. دخل القرايه، كان يقرا، دوز الابتدائي، طلع الاعدادي. هنا محمد وصل الاعدادي. كانت واحد الحاجه اللي اي واحد كيمر بها، كانت المراهقه. المراهقه جاتو صعيبه. محمد باقي عايش مع داك الشي اللي شافه انتحر قدام عينيه. محمد كيقلب على اي حاجه باش ينسى. يعني هنا شنو؟ طريق البليه غادي تكون سهله بالنسبه ليه. رانا بدا كيعمر مع شي دراري، دوك الدراري البواقه والى اخره. محمد ولا كيجلس مع دوك الدراري بزاف، عمر معاهم. مره كارو،
مرة انتيراج، مرة كارو، مرة انتيراج، بقات بحال هكدا الأمور. حتى لواحد النهار ولا كيجيب الباكية، ولا كيجيب تا هو الباكية ويشان الكارو بالعلالي. وكان في واحد الحومة شعبية، راكم عارفين الأحياء الشعبية كتكون فيها الإنسان يتبلى داك الشيء ساهل مال. محمد في الإعدادي غادي يحبس القراية ديالو لأنه تبلى، ولا خصو باش يجيب البلية ديالو، حيت من الكارو ولات الطريفة، ولات حشيوشة كما قلنا الغلغولة. خصو يمشي يتقدى تا هو من عند البزناز، يجيب الطريفة ديالو باش يدوخ الراس وينسى المشاكل. إلى أنه ما لقاش مصروف باش غادي يجيب هاد الشي، يعني شنو غايدير؟ غادي يخرج من القراية. أنا محمد خرج من الإعدادي، كان يقرا ديك الساعات في الدوزيام إعدادي، خرج من الإعدادي. أرانا محمد من بعد ما خرج من الإعدادي مشى كيقلب على خدمة، قلب هنا ديباني هنا، بريكولي هنايا، بريكولي مع هذا نهار، مع هذا يومين، مع هذا 3 أيام. جا لواحد النهار اللي غادي يشد في واحد الخديمة نتاع الميكانيك، لقى واحد المعلم ديال الميكانيك وكذا، شد بيدو بدا كيعلمو صناعة، شد في ديك الخديمة بدا خدام. حتى لهنا الأمور غادية مزيانة عند محمد. المهم بلي كيجيب البلية ديالو، إنسان مقوم راسو، كيجيب المصروف ديالو، يجيب باش يشري البلية ديالو، حياة غادية مستمرة. حتى لهنا مزيان. أرانا هاد محمد هادو الدم ديالو ما وافقوش الحشيش، او لا بالاحرى الدم ديالو ما عطيالوش البليه. وكاين الاخوان، كاين اللي الدم ديالو ما كيكونش مستوعب شي مخدر، والدم ديالو ما استوعبلوش المخدرات ديال الحشيش او لا الغلغوله. ارانا واحد النهار محمد مريح مع الاصدقاء ديالو، مع صحابو، سال الخدمه، مشى تغدى الطريفه كما العاده، مشى للقهوه ريح مع صحاب جالسين كيبرموا جوينات في القهيوة، تكيفوا مع بعضياتهم، سالاو. مشى محمد للطاري ناس، لغد ليه باش يفيق يخدم كما العادة، ما فاقش. عسها لشي 12 ولا الوحدة عاد فاق. قلت له الوالدة ديالو: مالك مشيتش تخدم اليوم؟ واش انا نضرب تمارة، وانا واش ندير التمارة والحياة كرهناها، يعني تسيف عليها، تسيف على الام ديالو. الام ديالو تخلعت على ولدها، بدا غير كيهرس ويضرب في الدار وبواحد الحاله هستيريه. هنا جاو خوتو تعاونوا عليه، شفوه، جاو الناس الجيران، مالو ما مالو، مشاو وجراو به للسبيطار. الطبيب قالوا لهم: اودي راه خصكم تديوه للمصحه نتاع الادمان. فعلا محمد داوه للمصحه ديال الادمان، بدا كيداوى تما يتعالج. تقريبا دوز بديك المصحه شي شهر ونص، من بعدها خرج. من بعد ما خرج يعني ولا مزيان، عاد عاد ليه البليه، ما بقاش كيكمي، عاد ليه الغلغوله، ولا مزيان، رجع للحياه الطبيعيه ديالو، ولا يخدم عاوتاني الخدمه ديالو، الروتين ديال الخدمه تحرك عنده، رجع كيصلي كاع الصلاه ما كيفارقهاش، رجع هو كينصح الاصدقاء ديالو: خصكم تصليو، خصكم تقربوا الله، يقرا القران. بعض المرات الجيران ديالو، يعني الاصدقاء ديال ولاد الحي ديالو، يكونوا دايزين حدا الدار او لا جالسين حدا الدار ديالهم، يسمعوا هاز 60 حزب ويقرا القران. حتى لهنا مزيان. محمد ولا مخير، مشات الايام هكذا. حتى لواحد النهار عاوتاني محمد مريح، شاف الدراري كيتكيفوا، ارا ندير معكم شي طاف. دار ديك الطاف كما ديك النتيره، ردحها، استحلاها، لا غد ليه رجع يتقداها. محمد رجع للبزناز، حليمه رجعت لعادتها، رجع للجوينات. رانا دازت الايام عاوتاني محمد، مره خدام، مره ما خدامش، مره يمشي، مره ما يمشيش، تفربل لدرجه انه كيقول للاصدقاء ديالو: انا هو المهدي المنتظر. كيتكيف كيقول لهم: انا هو المهدي المنتظر، انا راه كنشوف جنون، انا راه مهم شي حوايج اللي ما يتقبلهاش العقل. انا ولاو كيقولوا السيد راه حمق. محمد الاخوان من بعد ما رجع للحشيش
اولا الغلغوله اولا الطبيصه، الدم ديالو كما قلنا في الاول ما كيتوافقش هو والحشيش. الدم ديالو كيكميها كيتفربل، كدوز ايامات عليه كيتفربل. هنا كما قلت لكم ولا كيقول لهم انا هو المهدي المنتظر، انا كنشوف جنون، انا كيهضروا معايا، انا هادي. المهم ولا كيقول شي حوايج اللي ما كيدخلوش للبنادم العقل. هادشي محمد كيقولهم لصحابه ملي كيكونوا جالس معاهم على برا، ولا كيبقى كيدخلوا ويخرج عليهم في الهضره. هنا الناس كاملين لاحظوا بلي انه ولا كيدخلوا ويخرج في الهضره، يعني السيد مريض كيداوى وهادي مريض، وكيسايسوا مع اصحابه ويضحكوا معاه، ما كيديروش عليه. الامور بقات غاديه هكذا. نهار على نهار محمد الحاله ديالو كتسوء، نهار على نهار محمد غادي في الخسران. مبقاش داك الدري الزوين ديال شحال هادي، مبقاش داك الدري اللي كان وجهه مبشور وكان زوين، كان يقرا، كانوا دارهم كيستناوه يكون شي حاجه. محمد تبخر، مشات الصحه، مشى العقل. ولكن واخا هكذاك الام ديالو دائما عندها امل انه شي نهار غادي يولي مزيان. رانا واحد النهار دابز هو وشي دري تما في الحومه، دابزو منا مات منا محمد ضرب داك الدري ضربو، غادي يجيو البوليس غادي يشدوهم بجوج، داوهم دوزو السيلهم بجوج وطلقوهم بجوج. هادي داز، بقى هاد الحال على هكا. محمد كما قلت لكم نهار على نهار حالته كتزيد تسوء، حتى لواحد النهار اللي غادي يكون داك هو النهار الصادق. غادي نخليو الامور هنا ونمشيو عند واحد السيد اخر. واحد السيد سيدي غادي في واحد الطريق، وديك الطريق على اليمين ديالها كاين واحد الجنان ديال الزيتون. هو غادي كيثير الانتباه ديالو انه شي شخص معلق بكورده في الشجره، يعني شي واحد يا اما مصبينها له يا اما مصبيها لراسو. رانا كيهز التليفون ديالو، طيط ما طيط بوليس، بغيت نبلغ على واحد القضيه. اما هي واحد السيد راه معلق راسو في واحد الشجره عافين. توجهوا البوليس على وجه السرعه لذاك المكان باش يتحققوا من الخبر والصحيح. فعلا كيلقاو السيد شانق راسو، بهذا كيعلموا الناس المختصه. يعني منين كيكون شي واحد ميت راه ما كيعلموش الاسعاف، كتجي سياره نقل الاموات. جات الشرطه العلميه وجاو السينوتكنيه وجاو، المهم داروا العمل ديالهم، جمعوا الادله من تما، جمعوا البصمات، جمعوا اي حاجه كتعلق بداك الشيء. داو السيد لمستودع الاموات، داروا له التشريح. من بعد كيطلع باللي هو شانق راسو، يعني ماشي جريمه. شكون غيكون هذا السيد؟ غادي يكون الاخوان هو محمد. مع الاسف اللي عاودت القصه ديالو قرر انه ينهي على حياته بديك الطريقه. كيفاش وفوقاش؟ واحد النهار محمد جالس في الدار ديك الليله ما نعش، بيت كيقرا القران. وصل الفجر، الام ديالو كتخرج تمشي للخدمه، الله يسمح لنا من الوالدين. خلى امو خرجت تسلم عليها بحال اللي كان يتسامح معاها، سلم على الام ديالو، رجع توضا، صلى الفجر ديالو، هز كورده ومشى لذاك الجنان الزيتون اللي قريب ليهم وشنق راسو. كانت هذه هي الخلاصه نتاع هاد القصه هذه، وكانت هذا هو السيناريو ديال الحياه ديال محمد ملي كان صغير حتى كبر، حتى انهى حياته. وفي عمر 25 سنه يعني مشى صغير، ضيع شبابه. والسبب شنو؟ السبب هو المراهقه، هو رفقة منواله، هو الرفاقه الخيبه. والعبره من هذه القصه الاخوان هو انه ما ترافقوش مع منواله. والبليه راه ماشي طريق نتا تحل بها المشاكل او لا تنسى بها المشاكل، بالعكس البليه غادي تزيدك غير المشاكل في المشاكل. تقدر تدي لك صحتك، تقدر تدي لك عقلك،
تقدر تدخلك للحبس. الله يدينا في الدار خوت. وإلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش كما العاده واحد اللايك، نزل تحت دير واحد الكومونتير زوين، واحد السبسكرايب للقناه ديالنا باش تطلع ودائما يوصلك الجديد ديالنا. تحياتي للناس الزوينه ونتلاقاو في فيديو جديد.